مشاهدينا ورجعنا لكم مرة مكملين معاكم سهرتنا النهارده، سهرة يوم الأحد من مساء. حلقتنا النهارده معانا الناقدة الفنية الأستاذة هند سلامة، بنرحب بيها في البداية. أستاذة هند أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي، منورانا. ميرسي، ربنا يخليك. أهلا بحضرتك. ميرسي. في الحقيقة يمكن بداية الحلقة قلنا خبر طبعا مفجع ويعني مؤلم جدا أكيد للوسط الفني كله ولمحبي كمان الفنان الراحل طارق عبد العزيز. طبعا يعني وفاته كانت مفاجأة، خاصة صحيح. هو كان يمكن في وقت كمان بيصور، يعني كان بيصور دوره في المسلسل. احكي لنا يعني حضرتك تحكي لنا كده ايه اللي حصل النهارده. النهارده هو طبعا كانت صدمة، الناس كلها اتصدمت بوفاته المفاجأة. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه يا رب. وحتى من الصدمة يعني الناس ما كانتش عارفة تتصرف، بس النهارده يعني في موقع التصوير مش كده؟ في موقع التصوير، واتنقل المستشفى، وبعد ساعة مباشرة توفى. يعني توفى على طول. كان عنده أزمة قلبية. هو الحقيقة الفنان طارق عبد العزيز اتعرض لأزمة صحية من فترة يعني مش قصيرة. كان في المستشفى فترة طويلة، وكان لسه خارج أظن من المستشفى، وكان عنده تقريبا كانت عملية في القلب أو حاجة كده يعني. وأعتقد إن ممكن يكون من الإجهاد الشديد طبعا. يعني ربنا يرحمه يا رب. الله يرحمه. وفي مهرجان شرم الشيخ على طول، شرم الشيخ المسرح الشبابي هو شغال اليومين دول في شرم الشيخ. هم لما اتعلن خبر الوفاة رئيس المهرجان نعاه، ووقفوا دقيقة أحداد عليه النهارده. فبس الحقيقه ناس كتير حزينه جدا ومصدومه، لان طبعا اصدقائه في المسرح كمان تحديدا في الوسط الفني كتير جدا، وكلهم حقيقي يعني عبروا عن حزنهم الشديد من اول الصدمه طبعا الكبيره من اعلان الخبر. ربنا يرحمه يا رب. هل هو كان صور جزء كبير من المشاهد، وهل هيقدروا ان هم يكملوا دوره؟ حضرتك عندك فكره؟ ولا هيستبدلوا بقى طبعا ما اعرفش، اكيد هيستبدلوا او اكيد هيتصرفوا في الكتابه يعني. اكيد المؤلف هيلاقي حلول عشان يطلع من مخرج، لان دي اكيد بالنسبه لهم يعني ورطه، لانها مفاجاه كبيره جدا ما حدش كان عامل حسابها. فما اعرفش ايه الدور والشخصيه اللي هو بيلعبها الحقيقه، فمش عارفه التطور الاحداث هيبقى عامل ازاي، بس اكيد المؤلف هيدور على مخرج يعني انه يبقى مش موجود. يعني اكيد هيتم استبدال، بس ما اظنش هيتم استبداله. ممكن يبقى في حاجه في السيناريو. هو لو بالتاكيد يعني تم تصوير مشاهد كتيره يبقى طبعا مش هيستبدل لان يعني. كمان اللي عرفته ان هو اوف سيزون مش في رمضان يعني، ما عندهمش وقت كمان، فتقريبا المسلسل كان هيتعرض قريب. فغالبا اكيد صوروا جزء منه كبير يعني. حضرتك عندك فكره المسلسل بطوله مين واخراج مين؟ هو بطوله الفنان شريف منير. ما عنديش فكره عن تفاصيل كتيره عن المسلسل، بس اللي عرفته ان هو بطوله الفنان شريف منير، وكان المفروض هيتعرض اوف سيزون قبل رمضان يعني. هو ما كانش من مسلسلات رمضان. طيب خلينا نقول بس ان يمكن طارق الله يرحمه طارق عبد العزيز كان من الشخصيات المحبوبة جدا في الوسط الفني. كان صاحبه جدا، كان صفاته اعتقد صفات كلها صفات حميدة، وكان انسان طيب وخلوق. كلمينا عنه اكتر بقى كانسان يعني. بصي، هو الفنان طارق عبد العزيز الحقيقه يعني انا بشوفه كتير كمان حتى في العروض المسرحيه. هو بينزل يتفرج بشكل مستمر جدا، ولان ابنه كمان كان عند استاذ خالد جلال في الورشه في عرض سينما مصر معتصم، كان من ضمن ابطال العرض. فهو كان مشجع جدا للشباب، وكان موجود طول الوقت. واي عرض من العروض المسرحيه، حتى مثلا ممكن يبقى عرض شباب مش معروفين خالص، فكان بينزل وبيتفرج، وكان بيواكب المهرجانات والعروض، وهو طول الوقت داعم وبيقف جنب الناس. وكمان لان هو بدايته من المسرح، استاذ طارق كان بدا من المسرح من فرقه الورشه مع المخرج حسن الجريتلي، وعمل عرض من اهم عروض زمان يعني الفرق المستقله، كان اسمه داير ما يدور، مع الفنان عبله كامل والفنان احمد كمال. فده كان حاجه يعني، دي كانت بدايه قويه ليه. وكان مع طبعا رحلته يعني، كان ملازمه في رحلته الفنان الكبير خالد صالح الله يرحمه برضو. المفارقه ان هما الاثنين توفوا تقريبا بنفس المرض، ان كان عنده القلب وعنده القلب برضه هما الاثنين، بس هما الاثنين كانوا اصدقاء مقربين جدا. لدرجه ان الفنان خالد صالح الله يرحمه كان دايما هو اللي ملازمه معاه في اخر ايامه يعني، في رحله علاج وفي اسوان، وفي العمليه اللي كان بيعملها كان طارق عبد العزيز بس هو اللي معاه. يعني هو الوحيد اللي كان بيثق فيه، وهو الوحيد اللي كان معاه طول الوقت، كان معاه حتى في الاعمال الفنيه، شارك معاه في اعمال فنيه كتير. فهو كان محبوب للغايه. وعايزه اقول لك انه من بعد اعلان الخبر مباشره
طريقه حتى التعبير عن الحزن كانت عميقه جدا، يعني انه واضح انه كان هو كمان ليه علاقات علاقته الانسانيه باصدقائه كانت قويه الى هذه الدرجه، لان هم كلهم اتصدموا وعندهم حاله من الحزن الشديد عليه. الله يرحمه ويصبرهم جميعا يا رب. يا رب. ويصبر معتصم طبعا، يعني يصبر اهله. طب هو هل عنده ابن وحيد ولا بصي انا بعرف معتصم لان هو اللي كان عند استاذ خالد في ورشه مركز الابداع الفني، كان من ضمن ابطال عرض سينما مصر اللي كان موجود من كام سنه في مركز الابداع، وكان من العروض المهمه يعني اللي اتعرض. اخر عرض الاستاذ خالد في مركز الابداع كان عرض سينما مصر، كان معتصم من ضمن ابطاله، وكنت بشوف دايما استاذ طارق موجود هناك. طب خلينا برضو نتكلم عن المحطات الهامة في حياته الفنية. يعني اشتغل برضو زي ما حضرتك قلتي بداياته كانت بدايات مسرحية، واشتغل طبعا في أفلام مهمة جدا، عامل أيضا في كتير من المسلسلات المهمة، وأدوار كلها كانت أدوار هادفة وجادة. ولكن كان إيه أهم المحطات في هذا المشوار؟ اعتقد هو المسرح من بدايه الجامعه، وبعد كده لما بدا يدخل السينما، عالم السينما، وبدا من صعيدي في الجامعه الامريكيه. والفيلم ده هو الفيلم ده كسر الدنيا، يعني كان من البدايات طبعا. وبعدين هو رسم لنفسه لاين كده برضو في الكوميديا، كان مختلف عن اللي حواليه. وهو كمان يعني بشوفه من نجوم اللي هو النجم الصف الثاني اللي قادر يعمل لنفسه خط او بيعمل لنفسه دور في الصف ده من غير ما يبقى هادف ان هو يكون سوبر ستار يعني. فهو عمل ده بشكل لطيف جدا، وعمله بشكل دؤوب الحقيقه. يعني هو موجود، هو من نجوم الصف الثاني، بس هو نجم هنا، يعني مش شرط يبقى سوبر ستار. فهو عرف هو نجم في دوره اللي بيقدمه، نجم في دوره اللي بيقدمه. فهو مش شرط يبقى سوبر ستار او هو البطل الاساسي في العمل، بس هو ضلع مهم في العمل الفني اللي كان بيقدمه. هو قدم اعمال فنيه كتير جدا، يعني يمكن من كترها ما احنا مش قادرين نعد، يعني سينما وتلفزيون دراما ومسرح. بس مسرح كان في البدايات اعتقد اكتر، لان هو ما نزلش المسرح من قريب، كان المسرح من البدايات بشكل كبير في مسرح الجامعه وفرقه الورشه المسرحيه مع استاذ حسن الجريتلي وخالد الصاوي طبعا، لان هو كان عنده فرقه مستقله كانت بادئه في البدايات، فهم كانوا بيشتغلوا مع بعض، خالد صالح، خالد الصاوي، وطارق عبد العزيز. فالحقيقه هي رحلته رحله مهمه ورحله سريه. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. الله يرحمه ويعني ويصبر كل اللي بيحبه يا رب يا رب يا رب يا رب. واحنا زي ما بنقول دايما ان الفنان رغم ان هو يعني بيتوفى وبيتركنا بجسده، الا انه بيظل باقي باعماله. يعني على مر السنين بيفضل طبعا متواجد مع محبيه ومع جمهوره من خلال اعماله الجميله والهادفه في الحقيقه. يعني صحيح، كل فنان ليه اثر وليه بصمه طبعا الحقيقه، يعني لا تمحى بشغله، وهو بيفضل عايش وسطنا باعماله الفنيه الهامه الكتير اللي هو عملها على مدار مشواره الفني. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب خلينا نتنقل بقى للمسلسلات. يمكن احنا كنا بنتكلم لسه عن المسلسل اللي كان بيصوره رحمة الله عليه الفنان طارق عبد العزيز، وان هو بالفعل كان اوف سيزون، يعني هيعرض بعيدا عن رمضان او سيزون رمضان اللي بتتجمع فيه طبعا كل المائدة الرمضانية وكل المسلسلات. ولكن احنا بقالنا كام سنة بنشوف دلوقتي مسلسلات مهمة جدا جدا، ويعني خلينا نقول ان بتبقى مشاهدتها عالية جدا، ولكن ما بتعرضش في رمضان، بتعرض زي ما بأطلق عليها بقى اوف سيزون او بره السيزون او الماراثون الرمضاني. احكي لي عن المسلسلات دي، خاصة انها دلوقتي بقت بشكل كبير جدا، واصبحت كمان مكثفه في عدد حلقات اقل بكتير من 30 حلقه. يعني في دلوقتي 8، في 7، في 10، في 15. بصي هو الحقيقه ده شيء مهم جدا ان احنا عملنا موسم موازي لرمضان. يعني بقى في موسم فني موازي لشهر رمضان، ودي حاجه مهمه جدا، لان انت بتفتحي المجال لحاجات كتير قوي، بتفتحي مجال للتنوع، بتفتحي مجال لاكتشاف ناس جديده، مش بس بيكونوا وجوه جديده طالعه في رمضان، لا في وجوه جديده طلعت كمان في الاوف سيزون وعملوا وسابوا اثر، وناس بقت بتتكلم عنهم على السوشيال ميديا وبقوا ترندات، فدي حاجه مهمه جدا. الى جانب ان انت بتفتحي
بتفتحي مساحه للتنوع والخيال يعني بشكل مختلف، وانك بتقدمي ستايل مختلف من الشغل غير اللي بيتقدم في شهر رمضان. يعني مسلسلات رمضان ممكن يكون فيها الدوز الدراما اتقل شويه او يعني اعلى شويه، لكن هنا يعني دوز الدراما مختلف، ممكن يكون اقل شويه، او في خيال تاني، في مسلسلات بتقدم افكار جديده، افكار مختلفه، افكار يمكن احنا ما كناش متعودين انها تتقدم كمان في المسلسلات المصريه قبل كده. بنكتشف كمان مش بس وجوه جديده، انه بدا يبقى في ابطال للاعمال دي مختلفين عن الوجوه اللي اتعودنا عليها في رمضان. يعني بقى في نجوم بداوا، او ممثلين كانوا في صف تاني بداوا يطلعوا في الصف الاول وبقوا هم نجوم المسلسلات دي، بقوا هم الابطال العمل. فدي حاجه حلوه جدا. ان مثلا انا شايفه احمد داوود السنه دي بيعمل اول بطوله مطلقه ليه، فده في مسلسل زينهم وده اوف سيزون، والمسلسل لحد دلوقتي الى حد ما عامل نسب مشاهده كويسه جيده، وان الناس بدات تنجذب ليه بشكل كبير. هو فكرته جديده خالص ده بيتكلم اللي هو عن مشرحه زينهم، المشرحه كده. بصي هو بيشتغل جوه المشرحه، هو الفكره بيشتغل جوه دكتور جوه المشرحه، بس انا عجباني الفكره في فكره ان هم الاول وانا بتفرج كده بقول المسلسل ده متاخد عن حاجه، بعدين اكتشفت فعلا هو متاخد عن حاجه، هو متاخد عن مجموعه قصصيه لدكتور اصلا طبيب كان كاتب اصدقائي الموتى شكرا. هو بيكتب تجربته مع الموت او مع تعرضه لان هو يبقى طبيب في المشرحه، وازاي كان بيقابل جثث، وطبعا كل جثه ليها قصه. فهو كان بيقعد يعيش مع الجثث في خياله ويخلق للجثه قصه. يعني هو حتى من ضمن الحوار في المسلسل واللي هو كاتبه في الكتاب ان الميت مش بيكذب، الميت دايما بيقول له الحقيقه. فهو دايما بيكتشف الحقيقه من جسمه، يعني لان هو بيطلع من التحقيقات لو حد جرائم قتل او كده يعني. فهو بيطلع في التحقيقات، فهو بيعرف هو مات ازاي او اتعرض ازاي لمقاومه حادث القتل أو مات ازاي بالظبط. فهو بيقول للميت هو عمره ما بيكذب، هو الوحيد اللي بيقول لي الحقيقه. ففيها خيال مختلف خالص، في مسلسل جديد. انا عجبني فكره ان احنا بنقتبس، لانه دايما الاقتباس او ان انت بتجيبي من قصه او بتجيبي من حاجه حاصله في الواقع بتخلي عندك اوبشن انك تعملي حاجه جديده، حاجه مش مطروقه قبل كده في الدراما، مش شبه الحاجات اللي احنا اتعودنا عليها، يعني مش عمل درامي تقليدي. فالحقيقه انا عاجبني ده جدا، وشايفه ان المسلسل ان شاء الله اعتقد ان هو هينجح يعني، ومع الحلقات هو لسه بادئ بس لسه قدام شويه، اظن ان هو هيبقى من المسلسلات اللي هتعمل برضو صدى كويس يعني. طب خليني اقول بس حاجه، هل هو الروايه مكتوبه دكتور مصري ولا مقتبس من بره؟ لا 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 يبقى مش مقتبس بقى، يبقى هو عن روايه، متاخد عن روايه. ما بقول لك هو متاخد عن حاجه. انا عجباني فكره ان انت واخده عن قصه او واخده عن روايه، وخلينا نقول ان هي بنسبه كبيره قصص حقيقيه. هو بيحكي تجاربه والقضايا اللي اتعرض لها في المشرحه. فبيكتب، كان كاتب مجموعه قصصيه كده من حاجات من الواقع، مجموعه قصصيه من الواقع. اسمها زينهم برضه؟ لا، اسمه اصدقائي الموتى شكرا. هو الروايه اسمها كده. اسمها كده اصدقائي الموتى شكرا. فهو بيتكلم عن تجربته مع ده. هم عاملين بقى معالجه دراميه في المسلسل. بس المعالجه الدراميه هي فيها جزء كبير طبعا من القصه دي، وهي بيزد عليها. فانت بيزد على فكره ان انت بتجيبي دكتور وحياته جوه المشرحه. طبعا يعني فهي يعني جديده خالص ومختلفه. ممكن يكون تناولوها في اعمال قبل كده، بس هي دي حقيقيه اكتر، لان هي متاخده عن وقائع حقيقيه، عن وقائع حقيقيه، عن حوادث حقيقيه. ده حقيقي. طيب ايه راي حضرتك نشوف مشهد سريعا ونرجع مره ثانيه نكمل حوارنا؟ اتفضلي. المسلسل شكله شيق فعلا. ويمكن واحنا بنتفرج حضرتك قلتي لي ان هو ممكن يبقى جزئين، لان هو بيقال ان هو ده الجزء الاول. هو مكتوب على المسلسل الجزء الاول، فمش عارفه ده يعني تمهيد، لان في جزء تاني. احتمال يكون في جزء تاني، وممكن هو القصه تحتمل يعني، والقصص تحتمل يعني، زي ما بيقولوا القماشه القماشه تحتمل طبعا ان هو يكون ليه جزء تاني، لان هو بيتكلم عن الحوادث والجرائم القتل، ودور الدكتور ده دوره الفعال او الجوهري في ان هو يقول او ان هو يكتب، ان ليه دور كبير في التحقيقات اللي بتدور حوالين حادث القتل ده.
هو ازاي بيوصل او بيقدر يساعد النيابه في انها توصل للحقيقه. فالى جانب قصه هو برضو فيها بعد فلسفي شويه، يعني هي فيها بعد فلسفي في فكره انه ازاي الانسان طول الوقت عايش مع اموات، والعلاقه اللي بيعملها مع الجثمان اللي هو بيشرحه. يعني هو في علاقه كده بينه وبين الاجسام اللي هو بيشرحها، او بينه وبين الاموات اللي داخلين المشرحه. هو خلاص تجاوز حاجز الخوف او الرعب او الرهبه من الموضوع. هو بقى متصاحب على المكان ومتصاحب عليهم، بقى جزء منه وجزء من حياته. فهي الفكره انه هو في بعد فلسفي رسم شخصيه الدكتور نفسها. يعني ان شخصيه الدكتور نفسها برضو خلاص هو بقى متوحد مع العالم ده. ازاي الانسان بيأتلف حاجه زي كده، رغم ان هي ممكن انها يعني تبان من الخارج انه شيء مرعب مثلا. لا، تلفها وبقى عايش بفلسفه ليها علاقه بيها. يعني حياته بقى فيها فلسفه، ما بقاش فارق معاه حاجه اصلا، هو عايش الدنيا يعني كده. يعني هو اهم حاجه عنده دلوقتي العلاقه اللي بينشأها كل مره مع القضيه الجديده، مع جثه جديده، مع جثه جديده. الى جانب هو بيعمل قصص في خياله وبيقعد يتخيل، وده بيفتح له مساحه من الخيال كبيره. وان هم خلاص حتى في المشرحه بقوا بيقولوا عليه ان هو عنده في حاجه بيكلم حد، وهو فعلا انه من كتر ما هو متوحد مع فكره الموت او الاموات، هو تقريبا كمان عنده علاقه مع والده. فهو طول الوقت بيكلم ابوه موجود معاه. وابوه هو بيشوفه بيتكلم معاه. ففي علاقه تانية بينه وبين ابوه. فهي في بقول لك جزء فلسفي برضو في الموضوع، غير الجزء البوليسي او الجزء اللي فيه غموض السسبنس والاثاره والحاله دي. في جزء تاني، واظن برضو ده من جمال الكتابه يعني وشخصيه رسم شخصيه الدكتور. مين المؤلف؟ محمد سليمان عبد الملك. وبشوف كمان ان هو عامل حاجه كتير كويسه السنه دي، هو زينهم وصوت وصوره. هو برضو مؤلف صوت وصوره. فهو الحقيقه عنده مساحه كده من الخيال والتنوع يعني لطيفه جدا. السنه دي عامل شغل كتير مهم ومختلف. هنتكلم عن صوت وصوره، ولكن عايزه اعرف هل الدكتور التوحد اللي بيحصل له ده بيخليه في الاخر يوصل لمين الجاني مثلا على هو من خياله. هو بيقعد يتخيل حاجات من كتر لكن ما بتطلعش صحيحه، ولا بيساعد في الآخر؟ لا، بيساعد. هو بيقول ان في حاجات بتطلع حقيقيه من كتر ما خياله شغال طول الوقت في تصور اللي حصل. يعني هو طول الوقت خياله بيوصله لتصورات احتمال كبير بتطلع حقيقيه. فده وانا بقول لك كمان هو جزء موضوع والده. هو طبعا لسه الموضوع ما كملش، لسه المسلسل في بداياته يعني. بس فكره برضو علاقته بوالده، ان هو كان بيحب والده قوي وشايف فيه قدوه ونموذج يعني. فلما فقد والده في سن صغير فهو مرتبط بيه، فابوه معاه طول الوقت وبيوجهه في حياته، وممكن يقول له اعمل حاجات وما تعملش حاجات، وبيشوفه طول الوقت. فهي فكره الحاله دي او البعد الانساني والفلسفي والنفسي اللي موجود في المسلسل، بشوف ان هي مهمه قوي. واتمنى ان الشخصيه تفضل ماشيه بالتصاعد ده يعني لحد بقيه الحلقات. لسه ما شفناش الختام يعني. لسه ما شفناش احكم بشكل جديد طبعا. بس من البدايه المسلسل مبشر بشيء كويس، بكتابه مختلفه وبرسم شخصيه ليها ابعاد مختلفه. يعني مش بس بعد البوليسي ان هو بيساعد البوليس او كده، لا، هو في بعد نفسي للشخصيه كبير قوي، وبعد فلسفي. يعني اتمنى ان هو يمشي على اللاين ده بشكل كويس. جميل. خلينا نقول نفس المؤلف عامل زي ما حضرتك قلتي مسلسل اخر، وهو مسلسل صوت وصوره للفنانه النجمه الجميله حنان مطاوع، واعتقد دور مختلف برضو. تحكي لنا عنه. بصي، هي طالعه ست مقهوره في المجتمع. يمكن عملت الدور ده اكتر هي عملته كده، ولكن هي في كل مره بتعمل حتى لو نفس الدور بتعمله بطريقه مختلفه. بصراحه فنانه جميله. هي طبعا زي ما عودتنا يعني. هي ليها تكنيك معين في التمثيل بالظبط بتاعها، هي يعني يخصها لوحدها، وهي عملت لنفسها لاين ماشيه عليه، فما بقاش حد بينافسها في المنطقه بتاعتها الحقيقه. كمان في مفاجاه، انا بشوف كمان مفاجاه المسلسل كان وليد فواز. هو برضو عمل لنفسه أرضية كبيرة عند الجمهور، ولأنه عمل بطولة معاها. هو كان قدام حنان مطاوع، بس هو الحقيقة كمان يعني في حالة نضج كبيرة عنده المرة دي. هو عامل الدور بشكل مختلف جدا وبشكل قوي جدا، وهو اتقل مره يمكن كمان. فهو بيفتح لنفسه زي ما قلت لك ان مسلسلات الاوف سيزون هي بتخلينا نكتشف نجوم جداد يعني. انت وليد فواز مش جديد، هو طبعا ممثل كتير، بس انا قصدي انه بتدي مساحه للابداع بالظبط للابداع اكتر. فهي بتحطه برضو على لاين تاني جديد يعني. هو الفتره الجايه وليد اعتقد هو هياخد ارضيه اكبر، وهو هيبقى عنده بطولات تخصه كمان لوحده الفتره الجايه، لان هو الحقيقه
الحقيقه عامل دور مهم جدا السنه دي، وكان عمل بيه بصمه كبيره قوي في المسلسل ده. هو كان طالع جوزها يعني، كان في صراع طويل بينهم بسبب ان هي بتتكلم عن قضيه التحرش اللي حصلت لها، هو رافض ان هي كانت تطلع على السوشيال ميديا، هو رافض يدافع عنها لان شايف ان دي فضيحه يعني. فهي هو يعني المفروض ان هو محامي؟ لا جوزها كان جوزها مش المحامي، هي وجوزها المفروض كانوا عايشين حياه عاديه جدا، هم ناس غلابه جدا، وبعد كده هي بتروح لطبيب عشان تشتغل عنده عشان تحاول تسدد ديون جوزها، لكن في النهايه الطبيب ده بيتحرش بيها. فلما بتتعرض لحادثه التحرش جوزها مش بيقف جنبها، بيكون ضدها، لان هو بيشوف هي بتحاول تعلن ده، هي عايزه تنتقم من الدكتور، لكن هو رافض. خلاص هم ناس غلابه مش قد الدكتور. فهي الحقيقه اصرت تاخد حقها يعني، لحد بقى ما بنشوف احداث المسلسل الطويله قوي في الاخر. هو كام حلقه؟ 30 حلقه. هو طويل، هو كان طويل. المسلسل كان طويل. يمكن كمان بشوف ان كان فيه، هو كان طويل زياده عن اللزوم يعني، كان فيه مط كتير في الحلقات، وفي حاجات كانت ممكن يتم اختصارها، والنهايه كانت صدمه شويه للناس، كانت غريبه يعني. هو المسلسل فيه شويه حاجات كده، لكن في نفس الوقت انا بشوف انه فتح مساحه لناس كتير، في ناس كتيره ظهرت فيه، احنا يمكن ما كناش بنشوفهم جديده يعني ولا جديده. بصي انا مش هقدر اقول ان هم وجوه جديده، لان انا بشوفهم على طول في المسرح، هم فنانين كتير كويسين في المسرح. مهمين شغالين في المسرح بقالهم سنين طويله، بس خدوا فرصه وبداوا يظهروا. ودي كانت حاجه مهمه جدا، وده برضو من الحاجات المهمه المسلسلات الاوف سيزون بتعملها، ان هي بتبدا تستغل الطاقات اللي موجوده وبتدي لهم مساحه كبيره، او الى حد ما بتظهر موهبتهم. فالناس دي بتبدا تاخد حقها الى حد كبير، لانه يمكن الجمهور مش مرتبط قوي بالمسرح، فمش كل الناس شايفاهم، فلما بينزلوا للدراما الناس بتشوفهم كويس. فالناس كتيره شكرت فيهم يعني، زي مروه عيد وايات مجدي ورباب طارق ورامي الطنباري طبعا، بس رامي يعني قديم. بس بتكلم في فكره ان هم بداوا يظهروا بشكل مختلف، خدوا مساحات وادوار بينتهم بشكل كويس. وده انا بشوف انه مهم جدا، ودور كبير للدراما بتعمله، خصوصا في الاوف سيزون، لان رمضان مش متاح لكل الناس تشتغل. رمضان بيبقى يمكن بيتسكن لناس معينه، او في نجوم معينين بيشتغلوا فيه، لكن الاوف سيزون فاتح اظن لاكتر من حد، وفتح زي ما قلت لك الفرص، لانه ناس تانية تبدا تدخل على الساحه، يمكن ما كناش نتوقع ان هم يعني ياخدوا البطولات دي او ياخدوا المساحات دي في المسلسلات. جميل. طيب ايه رأي حضرتك نروح دلوقتي نشوف مشهد من صوت وصورة ونرجع مرة تانية؟ اتفضلي. استاذه هند، برضو من المسلسلات الاوف سيزون واللي اتكلم عنها ناس كتيره جدا وكانت ترند في الفتره الاخيره، برضو سفاح الجيزه، احمد فهمي طبعا. ويمكن سفاح الجيزه قريب شويه، مش هنقول نفس برضو، ولكن الاثاره والرعب قريب شويه من ذهنهم يعني. بس ده طبعا قصه مختلفه بالتاكيد. عن قصه حقيقيه برضو، عن سفاح كان في 2015، وكان حواليه برضو حصلت دوشه كتير يعني، وكان في قضايا وفي حوادث كتير حصلت، حوادث قتل يعني. فهو اتاخد من الفكره دي واتعمل عنه المسلسل. بصي هو الحقيقه المسلسل عمل ترند كبير جدا على الفيسبوك، يمكن كمان الناس كانت بتعمل كوميكس على مظبوط. ايوه فهو نجح طبعا، ده نجاح كبير يعني. والفنان احمد فهمي السنه دي بشوف ان هو بيقدم نفسه بشكل مختلف يعني، احنا اتعودنا منه ده دايما يعني كوميدي، بيلعب لايت كوميدي كمان يعني، بيلعب كوميديا كمان برضو بطريقه مختلفه، وعنده ستايل كده يخصه هو برضو. فهو قرر يتمرد على ده ويعمل حاجة مختلفة خالص غير كل التوقعات، ويعمل دور سفاح، ودي كانت مخاطرة بشوف في الحقيقة. لأن هو بيجرب نفسه في حاجة جديدة، وهو ما كانش عارف يعني دي هتنجح مع الناس مش تنجح مع الناس. كمان انتي بتعملي أرضية مختلفة غير الأرضية اللي الناس متعودة منك عليها يعني. أنا متعودة مثلا إني أشوف فؤاد المهندس بيلعب كوميديا، مش ممكن هتخيل إن هو فجأة كده يبقى قاتل مثلا يعني بيلعب دراما عنيفة قوي كده. طبعا. فهو قرر يتمرد تمرد كبير جدا، واظن انها كانت هو
ولا المؤلف والمخرج والمنتج؟ بصي هم كلهم مع بعض، هي طبعا بتبقى الخلطه كلها مع بعضها، بس فكره اختياره وقبوله، لان هو ممكن يتعرض عليه ده وما يقبلش، يقول لك لا انا ما خاطرش. في نجوم بيخافوا لانه خلاص في نجم هو يعني بقى في حته معينه هو اتصنف عند ناس كده، فانا مش عايز اغير ده. وفي ناس لا بتحب تغير لان هو بيحب يشوف الجمهور منه، يوري الجمهور جوانب مختلفه منه ومن موهبته الحقيقه. وانا بشوف ان ده صح جدا وصحي جدا، لانه مهم ان انت تلعبي كل الادوار، ما تتحبسيش في الكوميديا بس. وفي ناس بتخاف تتحبس في الكوميديا، لانه يعني مثلا في كتير من الفنانين ومهمين وبيلعبوا كوميديا شاطرين جدا ومميزين جدا، بس هو بيخاف يتصنف هنا. يعني هو بيقول انا مش عايز ابقى كوميديان، انا عايز العب حاجات تانية لان انا عندي حاجات لسه الناس ما شافتهاش طبعا، وفي حاجات لسه عايزه اعملها ما عملتهاش. فهم الحقيقه بيخافوا من التصنيف، فهو اظن ان هو ممكن يكون تمرد على فكره التصنيف عشان يخرج من ده وقرر يعمل حاجه تانية خالص. ويمكن شايفه ان هو نجح؟ طبعا، لان المسلسل عمل صدى كبير جدا وكان محقق ترند كبير في وقت عرضه يعني على السوشيال ميديا، والناس كلها كانت متفاعله معاه، وكانوا بقول لك بيعملوا كوميكس كتير عليه يعني، وكانت الناس بتتريق او على اي حاجه كانوا بيقولوا على سفاح الجيزه على طول. يعني المسلسل كان ليه صدى كبير في الفتره اللي فاتت. وبصي كان انا بقول لك ده ميزه الحاجات بتاعه الاوف سيزون، ان هي بقت بتعمل نفس الصدى بتاع رمضان يعني. حتى الناس الجديده ومتشافه كمان اعتقد بشكل كويس، تبقي مركزه معاها حتى على الاقل. مش عارف يعني في رمضان طبعا بنبقى احنا عمالين شويه هنا وشويه هنا، لكن دي بتبقى انت مركزه مع القصه جدا. صحيح، لانه في رمضان في زحمه كبيره جدا وانت تبقي محتاره تتابعي ايه ولا ايه. ففكره حلو التقسيم ده، ان يبقى المسلسلات على موسمين، موسم بره رمضان وموسم جوه رمضان. الناس بتلحق تتفرج بشكل مرتاح وبيتابعوا المسلسلات بشكل كويس وجيد جدا، وده في صالح المسلسلات بالحقيقه وفي صالح طبعا صناع الاعمال دي. طيب خلينا نقول برضو ان تعدد القنوات او المنصات الالكترونيه هي اللي سمحت برضو بانتاج كتير من المسلسلات زي اللي حصل في الفتره الاخيره. بصي هي سمحت بالمنافسه، وده شيء صحي للغايه، لان انت طول الوقت عندك حاله من التنافس بين منصتين هما الاثنين بيحاولوا يعلوا على بعض، ودي حاجه حلوه جدا. دي في صالح الجمهور وفي صالح الممثلين وفي صالح كل حاجه يعني. أكيد. فده مهم، لانه انت طول الوقت بقيتي بتشوفي كل واحد بيحاول يجود كمان قد ما يقدر. يعني هما مش بس بيتنافسوا في تعدد الانتاج، بيتنافسوا في فكره تعدد الجوده والتميز، ان كل حد بيقدم حاجه جديده، حاجه مميزه. وانا مثلا مسلسلي هنا ده اللي نجح اكتر وده اللي جاب مع الناس اكتر، وهنا كل واحد بيحاول يعلي على التاني، وبشوف ان ده في صالحنا كلنا يعني. واتمنى ان ده يستمر، واتمنى الحقيقه انه موضوع ده كمان يبقى اكتر من كده، لانه هو كان في صالح كل حاجه. أكيد. خصوصا كمان في الاحداث الصعبه اللي احنا كنا بنعيشها الفتره طبعا. اللي فاتت، فالناس محتاجه انها تفصل شويه. أكيد. لان كان احنا عشنا حاله اكتئاب كبيره طبعا. جدا يعني. فربنا ان شاء الله يعديها على خير يا رب يا رب. الناقده الفنيه الاستاذه هند سلامه، شكرا لحضرتك وشكرا على وجودك معانا النهارده. شكرا، ميرسي ليكي جدا. شكرا لكل مشاهدينا، انتظرونا بكره ان شاء الله مع كاست عمل جديد في مساء الفن. الى اللقاء وتصبحوا على خير.